الأنبار تتحرر والحشد الشعبي يعود خاسئا خائبا إلى جحوره ذليلا. لم يساهم في تحرير الأنبار إعلاميا كما يساهم في كل مرة. تبين كذب وزيف هذا الحشد للناس. قال بأن الأنبار لن تتحرر إلا بالحشد الشعبي، وها قد خسئوا وخابوا. وحرر أهل الرمادي مدينتهم العزيزة الغالية بسواعدهم وبمعونة الجيش العراقي بقيادة البطل خالد العبيدي، جزاه الله ألف خير. جزاه الله ألف خير خالد العبيدي، هذا البطل اللي حقق وعده بتحرير الرمادي. ويا رب يتقبل الشهداء من أبناء الرمادي ومن أبناء القوات المسلحة الذين سقطوا دفاعا عن تحرير الرمادي. وهارد لك للحشد الشعبي وهادي العامري والمهندس وأيقوناته السخيفة الرخيصة من أبو عزرائيل إلى أبو طرقة إلى غيره من هذول. خلي نلاحق على الأخبار دقيقة. إيه زين. الحمد لله والشكر يا رب. إن شاء الله تلحقها الموصف فضل جدنا أردوغان. يعني بعد أن استعانت الحكومة بإيران وأذنابها لإذلال العراقيين، بعد أن استعانت السلطة بداعش لإذلال أهل السنة، واستعانت بكل قوى الشر لإذلال أهل السنة، يضطر أهل السنة للاستعانة بمن يعينهم من أردوغان والجيش الإسلامي وكل القوى العربية الشريفة التي تريد تحرير أراضينا. يا ربي يرجعون النازحين بأسرع وقت إلى مدنهم، ويتوج هذا النصر بأرغام ألوف الذين هجروا أبنائنا من محافظاتهم. يرجعون يا ربي، حتى لو ينصبون الخيم على أراضيهم بس يرجعون يكون المهم. ويفرغ بزيبز العار، وتفرغ المحافظات اللي احتوت النازحين وتكفلتهم وعاونتهم. يعني اهم شيء انه اتضح انه الجيش الحشدي الشعبي هو كذبة، كان يستغل جهد القوات الامنية وابناء المناطق المنكوبة في تحرير المدن، وبعدين يطلع هو يطب سمسورة يصيح انه احنا حررنا، وبينما هو حشد وضيع لا يقوى إلا على قتل الأبرياء اللي بالدشاديش. دائما نشوفه أنه فقط يعني يصفي الناس الأبرياء على الطرقات العامة، يقتل السائق الكردي ويقتل النازح السني ويقتل الشيعي الشريف اللي ما يرضى على نهجهم الخسيس. الحمد لله والشكر على تحرير الأنبار الرمادي. يا رب ألف مبروك شبابنا، ألف مبروك يا شعبنا، ألف مبروك يا أمهاتنا يا ذوي الشهداء، ويا ربي يتواصل النصر. السلام عليكم. أعتذر عن الإساءة التي بدرت مني تجاه الحشد الشعبي عندما أعطيت رأيي في موضوع مشاركته في معارك تحرير الرمادي. عمر الجمال، شكرا جزيلا.